انا سمعت الاخوه بيتكلموا في الفرق بين دستور 2012 وبين دستور 2013. الحقيقه ان الدستور ما هوش مواد، يعني انت بتقرا ماده، انت بتشوف جمله بس جمله دستوريه، لكن اللي وراها في وراها فلسفه، في وراها فكره. يعني الفكره الرئيسيه ورا دستور الاخوان اقامه دوله المرشد. انت بتقرا حتى الصراعات المحطوطه داخل جمل الدستور كان مقصودا بها انه المرشد فيما بعد يحسم هذه الجمله لمصلحته. يعني في الاخر حتى دستور 2012 معمول لكي عتبه على سلم كبير يوصل في الاخر الى دوله المرشد. ده فلسفه الدستور. سيبني من المواد، كتبوا ايه، قالوا ايه، انا مش ده شغلنا ولا اعتقد ده دور ناس متخصصين في الدساتير. الناس اللي بتقول لك كتبوا ايه، عملوا ايه، الجمله دي بتقول ايه، ده ناس متخصصه في الدساتير. اتصور انه احنا عشان بس كمان الوقت وعشان حاجه ثانيه علينا الدخول فورا الى فلسفه ازعم، وده كلام انا مسؤول عنه دنيا قدام الناس وفي الاخره قدام الله، انه دستور 2013 كان فلسفته الرئيسيه هي بناء دوله الناس، دوله المصريين، الشعب المصري. دي الفلسفه الرئيسيه. قد ايه حققنا من ده؟ ده سؤال، وعلى فكره هذا السؤال نتفق ونختلف عنه. كلنا كل اثنين مننا لو اتكلموا هيلاقوا نفسهم هنلاقي نفسنا اختلفنا عنه. مسعد ابو فضل قد يكون هو اللي عمل الدستور او من اللي عامل الدستور، يقول لك ممكن تقول له ده قد ايه حقق من المطلب ده؟ يمكن يقول لك 1%، لكن استاذ مسعد حسن علي ممكن يقول لك لا حقق 40%، ويحصل خلاف. في واحد ثاني يقول 90%، في واحد ثالث يقول 100%، قد نختلف عليه. لكن الفكره الرئيسيه فعلا في هذا الدستور هي بناء دوله الناس، دوله المصريين، وهي نقل الدوله من حاكم دكتاتور او من شخص او من نظام دكتاتور الى الناس. قد ايه حققنا من ده اللي ينبغي علينا انه احنا نتناقش فيه. طيب ازاي ده سيطر علينا وازاي ده خلانا ننتج مواد؟ يعني ما هي تلك المواد اللي واحنا هذه الفكره مسيطره علينا ازاي؟ ما هي المواد اللي احنا انتجناها؟ يعني مثلا كل التلفزيونات وكل العالم اتصور بيشهد لباب الحقوق والحريات بانه باب جيد. انا مش بحب الفاظ على وزن افعل، مش بحبها. بحب الالفاظ العاديه واللي فيها يعني انا من بيئه تصغر الاسماء. يعني يقول لك سعيد على سعيد، خريزه على خرزه، سليمان بدل سلمان، تصغير الاشياء دائما. يعني انا عندك مسعد وابو فانا مش بحب الحاجات الضخمه. انا دايما بحب الحاجات الصغيره. قد ايه حققنا من بناء دوله الناس؟ اذا كان دستور الاخوان هو العتبه، على فكره دستور الاخوان ليس سلم دوله المرشد، هو العتبه التي تؤدي الى سلم دوله المرشد. السلم في الاخر سلم اللي بيطلع الكهربائي ده، اول ما تعدي العتبه هتلاقي نفسك على السلم. السلم بيوديك على دوله المرشد. هذا الدستور عتبه بتوديك على السلم، هذا السلم لو طلعت معاه يوديك على دوله الناس. ده كلام انا مسؤول عنه واستطيع ان اناضل من اجله، واستطيع أن أواجه الناس في الدنيا وأستطيع أن أواجه ربي في الآخرة. إنه هذا الدستور في فلسفته الحقيقية هو عتبة وليس سلم. طب واحد يقول لي ليه مش سلم؟ ليه مش سلم؟ أنا لا أستطيع أن أصنع لك السلم، أنا أستطيع أن أحطك على العتبة في هذه اللحظة تحديدا. ليه؟ لأنه أنت في الواقع فيه معادلة عليك أن تقرأها جيدا، إنه تتعامل معاها، وإنه أنت كمان في واقع سائل، وإنه أنت مشغول بفتح الطرق قدام الناس، ما أنتش مشغول بعمل طرق للناس. انت الان بتفتح طرق للناس، تفتح لهم سياقات يتحركوا فيها عشان يبنوا دولتهم وعشان يبنوا دستورهم وعشان يبنوا. انا كمسعد ابو فضل داخل على الدستور ولدي احلام، مش انا بس، هي معي مجموعه استطيع ان اعدلها كثير، مش واحد، كثير. يعني هدى الصدام، مسعد ابو فقر، حجاج الدول، محمد غنيم، محمد ابو الغار، عمرو صلاح، احمد عيد، حجاج، يعني كثير يعني اكثر من 12 واحد استطيع ان اعددهم الان. كلهم كانوا يحلمون بدستور ينتمي للموجه الخامسه من الدساتير اللي ابرزها دستور جنوب افريقيا ودستور الهند، لكنني لا استطيع. وبما انني لا استطيع علي ان افتح السياقات للناس هم يعملوا دستورهم في اللحظه التي يستطيعون فيها، لكن علي منع كل الغلال من ان تتغول عليهم في الطريق. علي ان اقطع او علي ان اقفل السبل او اقفل المسالك التي تسلكها كل القوى المضاده ضدهم وهم ماشيين. يعني افتح امامهم سياق وامنع بقدر ما استطيع من ياتي ليحاول قتلهم.
مفهوم الصوره؟ يعني انا بفتح طريق للناس وبحاول، كلها محاولات وليست عمل نهائي، احاول ان افتح طريقا للناس تتحرك فيه، ثم احاول، والمحاوله الثانيه انه انا امنع اي حد يقدر يقفل عليهم هذا الطريق. واذا لم انجح علي ان اعطيهم هم ادوات يستطيعون ان يدافعوا بها عن طريقهم المفتوح. مش عارف الصوره فهمت وصلت ولا تمام. هذه فلسفه الدستور الرئيسي. ومن ثم في 5 حاجات كانوا قلنا لابد ان احنا نطاردهم مطارده عنيفه جدا. من ضمن الحاجات التمييز، يعني المرأة ووضع المرأة، احنا كنا مؤمنين تماما ولا زلت الحقيقة مؤمنين لأنه المرأة، وأنا بشكل شخصي لما بدخل مكان ولاقي فيه مرأة كثير بحس إن أنا مبسوط، لما أدخل مكان ولاقي فيه شباب كثير بحس إن أنا مبسوط، لما الاقي لا يعني أنا بشكل شخصي مهتم بالمرأة ومهتم بالشباب، وأرى أن المرأة هي الحياة وأن الشباب هو المستقبل، وبدون مرأة وشباب لا يمكن لهذا الوطن ولا يمكن لأي وطن في الحقيقة ولا يمكن لأي مشروع أن ينمو دون وجود المرأة ودون وجود الشباب. المرأة حرصنا تماما على انه ان تاخذ حقوقها، لا ازعم ان احنا اعطيناها كامل حقوقها ولا نستطيع، مش احنا، لكننا اعطيناها ما تستطيع به ان تمضي قدما لتنال حقوقها، يعني على الاقل اعطيناها ادوات تستطيع بها ان تمضي قدما نحو حقوقها. ايضا حاولنا ان نمنع اي حد من انه يتغول عليها ويمنعها من المضي قدما. دي اعتقد صوره واضحه. 2 الشباب، وقلنا انه ليهم 25%. شفنا انه مش مهم في هذه المرحله مجلس الشعب، شفنا، انا مش بتكلم عن المجموعه، انا بتكلم احيانا بقول شفنا، بتكلم عن نفسي وعلى الدائره الضيقه اللي حوالينا. شفنا انه من المهم ان الشباب يتدربوا في السياسه، وقلنا 25% من محليا الشباب، علشان الشباب يتدرب سياسه بعد 5 6 سنين. احنا من اول بدأ انه ما احنا ما بنعملش دستور ثوره ولا بنعمل دستور منتصرين، احنا بنفتح سياقات ان الناس تنتصر. قلنا ان الشباب 25% لو خدوا محليات 25% قلنا ممكن بعد كده يدربوا السياسه ويتسعدوا ويعملوا هم السياسه. المراه ايضا عملنا لها نسبه معينه في المجالس المحليه ايضا لكي تتدرب على السياسه وتتقدم. ده مساق، ده سياق احنا بنحاول نفتحه قدام المراه، وسياق ثاني احنا بنحاول نفتحه قدام الشباب. قلنا ان مصر فيها مرض ايضا متاصل هو التعذيب، وطاردناه، واظن الدستور واضح تماما في الدستور، طاردناه بعنف وجرمنا ممارسه التعذيب، وقلنا ان التعذيب لا يسبق التقاضي. مرض رابع هو التمييز. طردنا التمييز مطارده عنيفه جدا. كمان قلنا انه احنا الزمنا الدوله بعمل مفوضيه لمطارده التمييز، وتعاملنا مع التمييز كمرض حقيقي داخل اللجنه ولا من كواليس لجنه الحقوق والحريات. تعاملنا مع التمييز كمرض زيه زي البلهارسيا وزيه زي السي وزيه زي اي مرض، وان علينا ان نخلق اطباء يطاردون هذا المرض ويوظفون هذا الوطن منه، لانه هذا الوطن لا يمكن ان يتقدم فيه تمييز ولا يمكن ان يتقدم وفي والشباب غير ممكن والمراه غير ممكنه او لو في تعذيب. العنصر الخامس هو الاقليات والناس المهمشين والعشوائيات والناس يعني الفئه الاضعف خالص من فئات الشعب المصري، زي الناس اللي في سيناء وزي الناس اللي في النوبه وزي الناس اللي في مطروح، وهؤلاء الحقيقه هم اضعف الناس واكثرهم يعني. طيب وديناهم ما استطعنا، او على الاقل حطيناهم في سياقات يستطيعون ان يتقدموا بها ويستطيعون ان ينالوا حقوقهم بها. مش لا احد يستطيع، واللي هيقول لي انت جبت لهم ايه اقول له ما تكلمنيش انت جبت لهم ايه، لانه انت وانت بتتكلم انت ما انتش شايف الواقع كويس، لكنني ازعم ان انا حطيتهم على العتبه نحو السلم، عليهم هم صعود السلم. ايضا منعت ايضا منعت من يريد ان يتغول عليهم او من يريد ان يمنعهم من صعود السلم. حاولت بقدر ما استطيع انه انا امنعه. منعت الضابط انه ياخذ من البيت الا ومعاه محامي. يعني لابد ان يكون هذا المواطن موفر الحد الادنى من الصحه، ما اقدرش اوفر له الحد الادنى، ما حدش طالبني بان اوفر له. في هذه اللحظه تحديدا وفي هذه المعادله لا استطيع ان اوفر للانسان المصري حد اعلى، يدوب ان اوفر له الحد الادنى. واتصور انه توفير 3% للمواطن المصري على الدوله الماده مكتوبه
وانا ماليش محفوظ بالجمل، وانا مش اسف مش مشغول بحفظ الجمل الدستوريه، انا مشغول بحفظ الفلسفه اللي ورا الجمله او بتفكيك الفلسفه اللي ورا الجمله. انه كون الزام الدوله بانه 3% للصحه وللتعليم نسبه، ايضا للبحث العلمي نسبه، اتصور هو ده كان المهم، هو ده اللي كان بيهمنا في الدستور. الباقي اللي بنسميها مواد الدوله ومواد مش عارف ايه والمواد، احنا كنا مشغولين بتقليل هيمنه الدوله بقدر المستطاع على المواطن المصري، بتقليل هيمنتها، لانه احنا بنشوف انه الزمن، احنا جايين من لحظه بنشوف ان الزمن هو زمن الناس، والحقيقه انه الناس هم اللي عملوا التغيير، وانه الناس ينبغي هم اللي يحددوا بعد كده لما ينتصروا ولما يطلعوا السلم على الاخر ويبنوا دولتهم، هم اللي يحددوا دولتهم ازاي وتركيبتها ازاي وطبيعتها ازاي. ده كان كل ده فلسفه بتسيطر علينا واحنا او بتسيطر على اجزاء كبيره. لينا صديق اعتقد انه مصر من الامراض الرئيسيه فيها هي الدكتاتور، خط الدكتاتور. اجمل العبارات اللي انا قريتها عن هذا الدستور هي عباره عاهره كتبها حد مش عارف كتبها فين، مش في جريده ولا في التلفزيون، كلمه عاهره بس اتكتب. قال انه هذا الدستور لو انت اعطيته للسن لن يصنع مثل ورقه مجرد انها لا تصنع دكتاتور في مصر، فاعتقد انه هذا في حد ذاته مكسبا كبيرا في هذه اللحظه. وكل القوى واحنا عارفين قد ايه في قوى تتربص وقد ايه في قوى تحاول ان تعيد الانسان المصري يا اما الى ازمان ما قبل 25 يناير وما ادراك وما قبلها طبعا، يا اما الى ازمان سحيقه. يعني قد ايه وكل القوى على فكره تتربص بالانسان المصري لا تستطيع ان تنفذ مشروعها عليه الا اذا خلقت دستورا يخلق دكتاتورا. اللحظه ما اقدرش، لا استطيع انه انا انجز اكثر من هذا، ولا اقول هذا لانني ابرر ما فعلته، لا بالعكس انا بقول لك انا قدمت لك دستور منعت اي حد بانه يتغول عليك، ومنعت اي حد بانه يكون دكتاتور ضدك، ومنعت كل الامراض اللي في جسم الدوله اللي بقى لها الاف السنوات. حاولت، والحقيقه انه انا وصلت لحد استطيع ان افخر به، لانه الحد الادنى مسكت شيء في ايدي مش جزء منه، لا مسكت الحد الادنى، قبضت على الحد الادنى فعلا. 3 عملت لك اسس تقدر تنال حد ادنى من الصحه وحد ادنى من التعليم، وايضا الاهم انه لا يمكن ان يطلق عليك دكتاتور يتحكم فيك ويضربك بالطلاب ولا يتعامل معك. اعتقد انه هذا حد يستحق ان اقول هذا الدستور، ويستحق انه انا كمسعد ان اضحي بحاجات كثيره من اجله، وان انا يعني كان بالتاكيد هناك مؤثرات عموميه بالتاكيد باليقين، لكن في هذه المرحله انا لا استطيع ان انتج اكثر منها، خاصه وانني اخذت ما اريد. انا مش هنقول اخذت ما اريد فعلا. وفي اللجنه كان الكلام كالاتي ضمنيا مش كلام رسميا: اخذتم ما تريدون ايها المنتمين للثوره، اخذتم ما تريدون، يعني اعطيتم للناس اللي الناس عايزينه، وده حقيقي. ولذلك استمرينا، وكثير من الناس بيقول لك ازاي استمرينا لحد الاخر؟ استمرينا لان احنا فعلا حسينا واحنا كنا واثقين ومنتصرين انه احنا اخذنا للناس ما نريد، وان احنا على الاقل وضعنا الناس على العتبه اللي بتودي للسلم الكهربائي اللي بيرفع نحو دوله الناس. شكرا.